حقيقة شيء لا يصدق. يعني أنا عقلي ما يستوعب هذا الشيء، لأن عقلي محدود. يعني من أعجب العجائب، اسمع، إذا تريد تكتب لك 1000 حجة متقبلة، اسمع، و1000 عمرة مبرورة، وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر. يعني راح أتعب أنا من أعددهن، راح أتعب بعد. وأجر 1000 صائم، وثواب 1000 صدقة مقبولة، وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله بعد. ولم تزل محفوظا في سنتك من كل آفة أهونها الشيطان بعد. ويوكل الله بك ملك كريم يحفظك، هذا الملك من بين يديك، يعني من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوق رأسك ومن تحت قدمك بعد. وإذا متت بهاي السنة، الله سبحانه وتعالى يبعث لك ملائكة الرحمة يحضرون، وشنو ما يجون فارغين، لا، يحضرون لك الأغسال، يعني غسل من الجنة، والأكفان من الجنة بعد. ويشيعونك إلى قبرك بالاستغفار. الله أكبر، شنو هاي بعد. ويفسح لك في قبرك، شقد مساحة، شقد مسافة، مد البصر. الله أكبر بعد. ويؤمنك الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعانك بعد. ويفتح لك باب إلى الجنة، ويعطى كتابك في يمينك. الله أكبر بعد. وتعطى يوم القيامة نور يضيء، لهذا النور يضيء ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر بعد. وينادي منادي يوم القيامة شي ينادي؟ هذا زائر الحسين بن علي شوقا إليه، فلا يبقى يوم القيامة أحد إلا وتمنى يومئذ أنه من زوار الحسين سلام الله عليه. شنو هاي الجوائز؟ شنو هاي النعم؟ هاي علما هذا للي يزور الحسين شوقا إليه. هذا كلام الإمام الباقر سلام الله، مو كلامي. يتحدث ويا محمد بن مسلم، يقول له لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل، شو يصير؟ لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. ويتحدث وياه يقول لمن أتى الحسين تشوقا إليه، وهاي ذكرتهن لكم ذني النعم والجوائز التي لا تعد ولا تحصى. فهسه ما أصدق أكو عاقل يترك زيارة الحسين. يعني أجلكم الله، بس المجنون ما يسوي هذا العمل. فإذا عجبك هذا المقطع، وأكيد راح يعجبك كل هاي الجوائز وما يعجبك، أو ما عجبك هذا المقطع، شاركه وانطي إجابات حتى أي واحد يزور الحسين سلام الله عليه أو يسوي هاي الأعمال أنت مشارك وياه بالأجر والثواب. نسألكم الدعاء والزيارة، وخصوصا عند قبر سيد الشهداء سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد.